السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة بعد غياب شهور. أنا موقف فيديوهات بقالي حبة يعني شوية مشغوليات ومن يناير كده الفرقة كانت الظروف مش أحسن حاجة فقلنا نصبر ونستنى وما نطلعش وما نتكلمش الواحد كان عنده علامات استفهام كتيرة جدا على حاجات كتيرة، بس الحمد لله الأمور مشيت أحسن ما الواحد كان متخيل والأمور مش كويس وقفلت بدوري تاريخي. انا بشوف واحد من اهم البطولات ان لم يكن اهمها على الاطلاق الحقيقه في تاريخ النادي. الدوري دوري جاي وظروف النادي كانت سيئه جدا، دوري جاي والنادي مديون وارضه اتاخدت منه والفرقه اضطرت تبيع 2 لعيبه وفي 3 اجانب فسخوا عقودهم ومشيوا وعلينا عقوده ومستحقاتهم هندفعها. وفي نفس الوقت كنا ما عرفناش حتى نجيب مدرب اجنبي، واستعنا بكابتن معتمد اللي هو المفروض قبل التجربه ما كانش ليه الخبرات الكبيره اللي نقدر نقول ان هو ينفع يقود فريق ان هو يبقى يكسب دوري. والزمالك عموما من 88 ما خدش دوري بمدرب عرب مصري، كان اخر كابتن عصام بهيج الله يرحمه. وكان الجوهري الله يرحمه برضه كان مؤهل جدا في 94 لولا تدخلات تحكيميه بس و2011 احدهم برضو الواحد برضو مش عايز يجيب سيرته بعد اختيارات المنتخب الاخيره كان برضو مؤهل برضو لولا التحكيم واللي حصل فيه وجت بانتصار على السيراميكا بعد خساره الكونفدراليه بشكل دراماتيكي جدا وبشكل كان في جزء في ماتش العوده، كان في ظلم تحكيمي واضح في ماتش الذهاب، وكان في اللي حصل في ماتش العودة من ان الفرقة اتراجعت بعد ما اتقدمت وخسرت بضربات الجزاء في ضربة جزاء، وضربة الجزاء ضيعها شحاتة اللي هو حصلت له ظروف بوفاة والده الله يرحمه، بنعزيه في وفاة والده ولعب لانه ما عرفش ينزل يحضر الدفنة فلعب والحملة اللي شنتها اللجان المأجورة عليه وضربة الجزاء اللي ضاعت، والوضع كان صعب جدا على شاب صغير ان هو يشوف كل ده فنقدر نقول ان الدوري الماتش اتلعب في اجواء صعبه جدا، وطبعا الضغوط اللي كانت على فرقه سيراميكا والملك بتاعهم اللي حط مكافآت عشان يكسبوا والاهلي ياخد الدوري وحاجات عجيبه كده حبيت اطلع ونتكلم شويه كده على شكل الفرقه وعلى اللي حصل وعلى اللي جه وعلى المشروع بتاع جون ادوارد اللي اتكلمنا فيه على اول السنه. لو الناس فاكره ماتش سيراميكا من الدور الاولاني انا طلعت واتكلمت على فكره المشروع، فكره ان حد معين مسؤول عن الفرقه، مسؤول عن اختياراتها، مسؤول عن المدرب. كان ساعتها لسه بدري جدا في الموسم وفي اوله، وقلت ان النموذج ده في الزمالك هينجح مهما كانت الابعاد، افضل من فكره ان الموضوع على المشاع وان اي حد بيتدخل في الكوره وكل عضو مجلس اداره بيجيب لعيبه والعك اللي احنا متعودين عليه الفكره كلها ان مشروع جون ادوارد ده بدا بفكره التدريب بره النادي اللي ناس كتيره جدا هاجمتها وناس كتيره اتكلمت فيها انها ما تنفعش وان هويه النادي وحاجات كده، وتغيير عمال اوضه اللبس اللي هي الناس كلها كانت بتقول ان هم اصلا ما كانوش بيعملوا حاجه، كانوا موجودين لاسباب ليس لها علاقه بالشغل نفسه والناس كان ساعتها برضه بتهاجمه وكان الكلام احنا ساعتها احنا في الوقت ده احنا كنا بنتكلم على الصفقات، كنا شايفين ان احنا محتاجين صفقات احسن ومحتاجين صفقات في نواحي هجوميه اكتر، وده ظهر في الفريق على مدار الموسم في فكره ان احنا كنا محتاجين لعيبه في خط الهجوم اللي احنا كنا بنطالب بيها. احنا مثلا اخر يوم في الانتقالات قبل بيزيرا ما تخلص احنا كنا شايفين ان كده الفرقه ما اتدعمتش، لان احنا شايفين ان احنا ما جبناش وينج شمال وينج يمين بعد ما خرج اللي خرج بمناسبة خروج كابتن أحمد السيد مصطفى للنادي الأهلي وإن هو خرب أوضة اللبس هناك بمرتبه، شيء بشيء يذكر. في معلومة إحنا عرفناها السنة دي أنا ما كنتش أعرفها الحقيقة، إن هو كان الوحيد اللي كان بياخد مرتبه بشكل ثابت وبشكل منتظم من ممدوح عباس، في حين إن بقية الفرقة ما كانتش بتقبض وده اتقال في كل الإعلام. أنا مش متخيل إحنا لو كنا جددنا عقده وكنا خليناه في النادي السنة دي وبالظروف اللي فيها النادي ان الفرقه كلها ما بتقبضش خالص ومفيش فلوس واللعيبه فسخت عقودها وبتاع، وكان هو يفضل هو بياخد فلوسه بشكل منتظم. انا بالتالي اللعيبه ما كانتش هتروح التدريب اصلا القنبله الموقوته اللي عند الاهلي دي كانت عندنا احنا برضو، بس احنا ما كناش واخدين بالنا جزء اكيد من سوء النتائج السنين اللي فاتت كان جاي من فكره ان اللعيب واحد بيقبض وبقيه الفرقه ما بتقبضش،
وده كان يعني قمه الانتحار طبعا. يعني هو استاذ ممدوح عباس يكرم طبعا على كل شيء بيصرفه وبيعمله عشان النادي، بس القرار ان انت تدفع لعيب واحد وبقيه الفرقه ما بتاخدش فلوس خالص ده قرار غريب جدا، قرار خاطئ جدا. ودفعنا ثمنه وتبعاته سنين، والحمد لله يعني الاهلي اللي بيدفعوا كل الفلوس دي لمجرد ان هو بياخد اكتر من زمايله، اوضه اللبس عندهم خربت. فالشيء بالشيء يذكر ان الموضوع عندنا احنا كان قنبله موجوده واحنا مش واخدين بالنا اصلا. آه انا بعد خساره الكونفدراليه كنت شايف ان احنا ان شاء الله هنعرف ناخد الدوري، يعني كنت شايف ان احنا نعرف ناخد الدوري. في صعوبة دايما كانت في النادي بفكرة ان انت تكسب بطولة وتحاول تكسب بطولة تانية بعديها بكام يوم يعني وشخص ما في مكان ما يعني عمل لنا جدول الدوري. انا ما افتكرش ان الاهلي في تاريخه كله اللي خد فيه كل البطولات اللي خدها دي لعب فاينل مهم بعد مثلا ماتش حسم دوري. يعني لو حد فاكر يفكرني، ما فيش. كان دايما الدوري بيتفصل ان هم يلعبوا الدوري ويلعبوا بطولة افريقيا. ما فيش وقت اللي هي الضريبة اللي كل اندية العالم بتدفعها عشان تنضغط وتكسب مسابقتين، دي عمرهم هم ما دفعوها. عمرهم ما لعبوا بشكل مضغوط، وهي حاجه مش رائجه في مصر. هو الغريبه كمان ان انت لو رجعت الايام بطولات افريقيا، ما كانت بطولات افريقيا بتتلعب بالشكل العادي اللي قبل، يعني قبل ما تخلص شهر 5، اللي هي كانت بتخلص شهر 12 ايام لما الزمالك كان بياخد الشامبيونز ليج. وكنا بنروح نلعب في الدوري او كده كنا بنخسر اول ماتش. يعني مثلا الناس مثلا فاكره بعد ماتش السوبر بتاع 94 احنا خسرنا من الترسانه في الدوري، يعني حاجه برضو شيء بشيء يذكر يعني. فيمكن اجواء الاحتفال كانت تاثر على الدوري اللي هي كانت البطوله الاهم الحقيقه، رغم فكره ان ال4 مليون دولار اللي هم بتوع الكونفدراليه دول مهمين جدا للنادي. وادينا داخلين في دايره كده من عدم فك القيد وحوارات كده بنتكلم فيها، يعني ان شاء الله القيد هيتفك يعني. بس الدوري البطوله اللي بتعيدك لدوري الابطال وتودي الاهلي للمركز الثالث بحيث ان هو يروح هو الكونفدراليه وانت تروح تلعب دوري الابطال من غيره، لان نسبه تركيزهم في دوري الابطال كانت بتزيد مش مجرد مشاركه الزمالك. يعني كان بيبقى ماتش ديربي وكان بيبقى فيه يعني في طبعا حساسيات وبتاع وكده، مش تقليل من حد، بس هي برضه بتخف الحمل على الزمالك فكره خروجهم منها. انا بشوف كده الصراحه وده رايي يعني. الماتش احنا لعبناه، انا مش هطول في الماتش بس عايز اتكلم في كام نقطه كده. ان سيراميكا بيعملوا حاجه من اول الموسم واضحه جدا، ان هم بيحاولوا يلعبوا كره على الارض طول الوقت، بيحاولوا يلعبوا كره على الارض، بينقلوا على الارض، بيباصوا على الارض، باص 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 باص. معتمد جمال عشان الناس بس بتتكلم في فكره ان معتمد ما خلقش، يعني في ناس بتقول ان الفرقه ما لهاش شكل، الزمالك ما لعبش كوره. هو في هويه واضحه جدا لمعتمد جمال من اول ما جه، بغض النظر عن اللي حصل في ماتش الاهلي وبغض النظر عن عدم توفيقه في فكره ان هو يستقبل لعب بعد ما تقدم في ماتش اتحاد العاصمه. معتمد جمال معتمد على فكره الدفاع القوي، يعني فكره ان هو فرقته بتستقبل عدد اقل من الاهداف اعتمادا على قوه حسام عبد المجيد في الكرات العرضيه، وعلى ان الونش ومحمد اسماعيل مدافعين كويسين، وان الفرقه بتقف كويس باماره ان ماتش سيراميكا يعني لما تحس ان الكوره من اللعب المفتوح، يعني بعيدا عن الفاولات والكرات الثابته، فرقه الزمالك في اللعب المفتوح ما كانتش بتستقبل جوان كتير. ودي ظاهره واضحه جدا معاه بهويه واضحه جدا. وفي نفس الوقت هو كان بيحاول يستدرج الفرق ويحاول يلعب على الكاونتر، على المرتدات، ودي فكره انا شايفها ما كانتش سيئه ونجحت، لان الفرق في الدوري ما اتكتلتش كتير قدام الزمالك. يعني في فرق كتير ما اتكتلتش كتير، الناس كانت عشمانه في ان هو تكسب الزمالك والاجواء اللي كانت مسيطره قبل وصول معتمد جمال يعني. وطبعا فكت النادي وادت الفرصه دي. ففي هويه واضحه جدا لفكره المعتمد اللي هي يعني فكره معتمد دي غريبه جدا. ان هي فكره الدفاع الكويس للفرقه. انا بشوف ان الفريق كويس في الدوري المصري اللي دفاعه كويس، اللي هياخد البطوله اللي دفاعه كويس. مشكله جوميز ان هو دفاعه ما كانش كويس، مشكله يهريك فيران ان احنا كنا بنستقبل بانتظام كل ماتش كل ماتش كل ماتش، وكل ماتش بيترجع عليك، كل ماتش بتتقدم وبيترجع عليك، كل ماتش بيتقدم. انا مش فاكر تقريبا معتمد جمال تقريبا من ساعه لما مسك اتقدم واترجع عليه، يعني مش فاكر. انا بحاول افتكر الماتشات اللي خسرناها. هو خسر ماتش انبي، هو اللي اتقدم، انبي اللي اتقدم ماتش الديربي اللي هو يعني
اللي هو خسره ما تقدمش، هو بالعكس استقبل جون وفي غلطه من التحضير في اللعب اللي هي كانت برضو جزء من هويه الفرقه، ان هو كان بيحاول يستدعي الضغط بالباصات اللي هو كان بيعملها دي ويطلع بالكره ويضرب بالمرتد. دي هويه واضحه وبصمه واضحه، يعني سواء عجباك او مش عجباك، بس فكره ان هو مش بيقدم حاجه. الزمالك احنا كنا بنطلع لايفات على مدار السنه اللي فاتت، انا طلعت في 23 وطلعت في 24 وطلعت في 25. الزمالك كان عنده مشكله ان هو ما بيعرفش يعمل رن يكسب 3 ماتشات ورا بعض، دي كانت ثابته. احنا ما وصلناش نكسب 3 او 4 ماتشات مع بعض مع اي مدرب من اول ما انتهى دوري 2022 بفريرا، باوساريو، ب... سواء بتاع ده بجوميز، بكل الناس اللي جت. الزمالك ما كسبش، حتى كابتن معتمد نفسه في ولايته الاولى ما كسبش 4 ماتشات ورا بعض. ففكره انه عمل ران من 9 ماتشات ورا بعض وكسبهم، ده مؤشر على شيء. انا عندي علامات استفهام على كابتن معتمد، ومتفاهم فكره الناس اللي بتطالب ان هو ما يكملش، جايه من فكره انهياره تحت الضغوط في ماتش الاهلي وماتش اتحاد العاصمه. الحقيقه والكلام اللي ارتبط وطلع من صحفيين ان هو يعني عيط في اوضه اللبس وحاجات كده، الكلام ده ما كانش ينفع يتقال واحنا عندنا ماتش دوري. بس دي جزء بتيجي من الخبرات، والخبرات جت بان هو الراجل اثبت نفسه وكسب دوري. هل الحاجات دي هتزيد معاه تحت الضغط؟ احنا بنتكلم في مدرب عنده 50 سنه، مش صغير. ف يعني او حاجه و50 سنه كمان. فالفكره كلها ان هل ده هيتغير تحت الضغط؟ انا مش هقدر احكم الصراحه، دي للناس اللي بتاخد القرار. بس فكره ان هو بلا هويه او ان الزمالك او ان هي الموضوع كان حظ او لا، هو ده مش حظ انه يكسب. ان انت تكسب 9 ماتشات في الدوري ورا بعض، وان انت في المجموعه اللي فيها 6 فرق، 6 فرق معاك، يعني اللي هي مجموعه السبعه اللي فنشوا، تكسب. انت تعادلت ماتش مع انبي واتغلبت ماتش من الاهلي وكسبت 4 ماتشات، فده كويس، ده رقم كويس جدا جدا يعني. شيء بالشيء يذكر ان ماتش سيراميكا اللي احنا بنتكلم عليه، ان سيراميكا اللي اتحفز علشان يكسب الزمالك وعلشان يلاعب الزمالك، سيراميكا اتغلب سيراميكا اتعادل مع الاهلي واتعادل مع بيراميدز واتغلب من الزمالك رايح جاي. فده مؤشر على فكره، هو طلعنا من الكاس، يعني هو طلعنا من الكاس، بس هو في الدوري اتغلب منين رايح جاي، اتغلب 2-0 1-0. فده مؤشر على فكره ان سبحان الله، يعني سبحان الله، يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يعني هي كانوا متخيلين سيراميكا ده هيوقعنا احنا، او ان سيراميكا ده هياخد مننا احنا. سواء مكان كان في الاول بيقول لك على فكره، كان اليوتيوبر الاهلاويه وفيديوهات موجوده كانوا بيقولوا ان سيراميكا هيطلع الثالث مكان الزمالك، كانوا بيقولوا ان الزمالك هيطلع الرابع وسيراميكا هيبقى الثالث، وكان بيتقال الكلام ده. فسيراميكا خد منهم هم بونطين اللي هم بتوع محمود وفا، البينالتي اللي هم مقتنعين ان هو بينالتي يعني، وخسر بيراميدز ودخلنا الماتش الاخراني تعادلوا مع بيراميدز خسرهم نقطتين، يعني دخلنا ان احنا محتاجين نكسب. فده شيء بشيء يذكر، ده مسخره ان سيراميكا كانت هي العنصر الحاسم للزمالك يعني مش للاهلي. فيعني انجوي يا استاذ ابو العينين، لو منك يعني برضه طلع المكافآت او مساعد الزمالك انه ياخد الدوري يعني. معتمد برضو في ماتش سيراميكا ده كان عنده هويه واضحه، اللي هي فكره ايه، فكره ان هو كان بيسيبهم وبيضغط، كان بيحاول يضغط عالي علشان ما يمنعهم من الطلوع بالكوره. وفي الاوقات دي خلقنا فرص، وخلقنا 4 5 فرص. يعني الزمالك مسجل جون وملغي له جون ومضيع شيكوبانزا جون ومضيع بزيرا جونين. فكان فيها هويه واضحه وعرف يتعامل مع الماتش بشكل كويس، وده مؤشر على اشياء كتيره كويسه يعني. فالفكره كلها اللي احنا عايزين نقولها ان برضو ان الزمالك ما كانش اسوأ حاجه زي ما الناس متخيله، ما كانش اوحش حاجه، ما الدوري ما جاش بالحظ، الدوري جه بشغل. وممكن يكون في جزء من الموضوع ان الزمالك لعب حوالي 4 ماتشات بعد دور، يعني الدوري ما كانش طويل قوي، ما لعبناش السكواد الزمالك اللي هو ما كانش عنده بدله، يعني هي سكواد ديبس اللي عند الاهلي كان هيخدمهم في طول الدوري. فالزمالك لما لعب الاول اللي هم ال 20 ماتش الاول وبعدين 6 ماتشات بس، فهم 26 ماتش، فده دوري قصير. فالسكواد بتاعنا ما حصلوش غيابات كبيره اوقات طويله، رغم ان حصل غيابات. يعني احنا مثلا قبل يناير احنا كان عندنا اصابات كتير، كان عندنا بتاع 15 لعيب، ورجعنا من يناير ما كانش حد خف وقعدنا نلعب بالناشئين شويه. بس لما دخلت مرحله الحسم، الفرقه ال11 القويه اللي احنا كنا، اللي هي تناظر الاهلي، يعني اللي هي ما فيهاش غير وينج واحد تقريبا احنا معتمدين عليه، وشيكو بنزا زي ما انت شايف كده.
والله عامل اسيست، والراجل يعني يعتبر احسن تغييره في الفرقه، وده يقول لك برضو مستوى الدكه في الفرقه. الزمالك اصلا عنده 3 مساكين بس، يعني عنده 3 مساكين بس، والرابع قعد السنه كلها اللي هو احمد حسام مساك الجونه، قعد يتعالج من الصليبي. فوضع الفرقه كان عجيب يعني. فممكن يكون ده خدم الزمالك شويه ان عدد الماتشات الاقل ده خدم الزمالك نسبيا، خصوصا ان بقى عدد الماتشات الكبيره والكونفدراليه الزمالك ما كانش هيقدر يكمل. بس برضه في النهايه دي قرارات جايه كلها تبعات دوري 2020 اللي الاهلي صمم ما يلغيهوش، اللي هو بتاع الكورونا، ولحد دلوقتي بندفع ثمنه، وسافت لغوا الهبوط وحاجات غريبه كده، وسافت غيروا اللوائح، وسافت الغاء الهبوط اصلا كان جاي مش اكراما للاسماعيلي اللي هو هيهبط اهو السنه دي عادي جدا ومحدش هيلغي له الهبوط. هو كان جاي عشان الاهلي ساعتها غيروا اللائحه بتاعت 6 بونت وخلوهم قال لك الظروف القهريه، وخلوا خصم الماتش ب 3 بونت بس فقال لك نعمل حاجه يعني تبقى ايه، تبقى بايظه من كله بقى، يعني بيعملوا دي تتدرب دي، انما هي ما اتعملتش عشان الاسماعيلي خالص يعني. فانا بشوف ان الزمالك خدموا شويه ممكن ال 26 ماتش دي، وهيبتدوا يصيحوا عليها وهيبتدوا يطالبوا انها تتغير، بس طبعا السنه الجايه اعتقد هتتكرر هي لان عدد الفرق الكبير مش هيسمح بكده يعني. عايز اتكلم برضو على فكره سكواد الزمالك، ان هو كان محتاج، لازال محتاج تدعيم، لازال محتاج في مراكز مكشوفه خالص. احنا بنلعب تقريبا في مراكز ما فيهاش لعيبه تقريبا. احنا الثمانيه الاساسي عندنا عبد الله اللي السنه الجايه عنده 41 سنه. الزمالك محتاج وينج شمال احسن كتير من شيكوبانزا، محتاج وبردوده ثابت عن شيكوبانزا، دول 2 لعيبه اساسيين على الاقل. انت خرجت دونجا في وسط الموسم للظروف الماديه ومحتاج لعيب 6. فده الشيء بشيء يذكر، ده بيفتح ليه نقطه كابتن معتمد اللي انا عايز اتكلم فيها. انا عموما بشوف ان الزمالك اصلح له مدرب اجنبي. بشوف بس النقطه بس الجوهريه، ليفل المدرب الاجنبي اللي هيجي فيه. الزمالك عنده دلوقتي وقف قيد بحوالي 2 3 مليون دولار هتدفعهم علشان تفك القيد عشان الامور تتحرك يعني. والمفروض ان انت ان شاء الله محتاج على الاقل تشتري 2 او 3 لعيبه علشان الفرقه تفوق، يعني عشان تفوق. في نقطة بمناسبة شراء اللعيبة كان بيتكلم فيها صديقنا الدكتور محمد جبر، اللي هي فكرة ان انت لما الظروف عندك حكمت ان انت محتاج باك طرف او مساك او ديفندر 6، انت عرفت تتصرف من الناشئين. بس انت مشكلة الهجوم اللي هي الوينج انت ما عرفتش تحلها، لما بيزيرا بيغيب انت ما كنتش بتعرف تتصرف، انت كنت بتعجز. فالفكرة كلها انت محتاج تستثمر في مراكز الهجوم، لان انت ما عندكش غير وينج واحد. فكرة ان الفرقة بتلعب بوينجين، انت بتحتاج في الماتش الواحد 3 و4 توناج. افرض حد مش موفق، حد مش كويس. احنا بنشوف الفرق الكبيره دلوقتي فيها 4 و5 و6 اجنحه. الزمالك محتاج يدعم، محتاج على الاقل جناحين في الشمال الاساسي ويمين بديل، ولان بزيرا نفسه ممكن يخش يلعب 10 لان الفرقه ما فيهاش 10. ففرقه الزمالك محتاجه التدعيمات دي. فانت لو بصيت على التدعيمات وبصيت على فلوس فك القيد القديمه، هل الزمالك هيقدر يتحمل فلوس مدرب كبير يعني مثلا مرتبه 120,000 دولار في السنه، ومعاها هيقدر ينتظم في دفع المستحقات للفرقه؟ انا يعني ده السؤال اللي احنا محتاجين نجاوب عليه قبل ما نطالب بفكره المدرب الاجنبي اللي هو يعني كلنا بنفضله. بس هل هنقدر على كده؟ لازم الامور تتحسب من منطق الناس اللي بتفكر يعني في الموضوع. علشان كده انا مش ما عنديش تفضيل للموضوع، بس لازم الناس تفهم ان الزمالك عنده فرصه كبيره في بطوله كبيره اللي هي دوري ابطال افريقيا، اللي هي اهم بطوله للنادي في تاريخه، مش علشان غياب النادي عليها فتره كبيره، ومش عشان النادي محتاج يكسبها، ومش محتاج عشان سمعه النادي في افريقيا وعشان تصنيفه، بس عشان المدخلات الماليه اللي ممكن تخلق استدامه ماليه لنادي الزمالك ل 10 سنين قدام. انا مش ببالغ. انت لو وان شاء الله ربنا كرمنا وقدرنا نكسب الشامب دي، ان شاء الله باذن الله انت عندك مدخلات ماليه بقى ومشاركه ان شاء الله باذن الله في كاس العالم للانديه، وحاجات كتيره جدا ممكن تتحقق لو ربنا كرمنا ان شاء الله وصلنا البطوله دي. الفلوس دي هتحل كل مشاكل الزمالك، هتحل كل مشاكل الزمالك. على الاقل فريق الكوره في الزمالك هتبقى عارف لمده 4 5 سنين تحط له سيناريوهات وتصرف عليه هتبقى عارف راسك من رجليك. هتفرق مع النادي وهتفرق مع اداره الزمالك، هتحول ال3 او 4 سنين الناس بتهاجمهم هيبقوا اهم اداره في تاريخ النادي. فالزمالك، اداره الزمالك لو تقدر تستثمر في النادي في فريق كوره بكل شيء علشان مشروع دوري ابطال افريقيا اللي ربنا اهداك ليه التاهل،
وان انت تلعب فيها السنه الجايه من غير ضغوط ان انت ممكن تلعب دربيات فيه، او تبقى مضطر ان انت تتحط في مواقف انت اسوأ من ان انت فكره ان انت شخصيتك انت كزمالك اقوى. يعني انت في الدربيات الزمالك خلينا بس عشان برضو ايه تحميل معتمد جمال قصه الديربي، الزمالك عنده مشكله في تبعات قصه ماتش الديربي، ومحتاجين الناس تفهم ان احنا محتاجين نخش الديربي بشخصيه اقوى ومحتاجين اللعيبه تبقى واقفه على رجليها في الديربي، لان في لعيبه عندنا في الديربيات كانت بتختفي راحت في الاهلي بقتش بتختفي. فده مؤشر على ان الفرقه بتقدر تاخد حد وتطلع بيه او تنزل بيه. ده لازم يتقال ولازم يتبروز ولازم المدربين تبقى فاهماه. بس الفكره كلها لو إن اداره الزمالك لو تقدر تستثمر في اللعيبه والمدرب الاجنبي وتقدر تعمل فريق بشكل كويس، والصفقات المطلوبه كيف مش كم، مش مطلوب 7 8 لعيبه، احنا مش عايزين 7 8 لعيبه. احنا لو كنا اكتفينا ببنزيرة وعدي الدباغ في الصيف ومحمد اسماعيل بس، ثلاث لعيبه اهم، كان هيبقى كفايه جدا. وبعدين في الاخر الصفقات اللي نجحت هي اللي احنا كنا متوقعين لها تنجح. يعني اللعيب اللي انت دفعت فيه 2 مليون دولار وجبته، هو مثلا هو طبعا اختياره يحسب لجون ادوارد زي ما يحسب عليه عمرو ناصر واحمد الشريف، والصفقات اللي ما نجحتش وزي دول ما يحسبوا عليه وده يحسب عليه. بس ان انا بتكلم ان الصفقات اللي انت خدت فيها ريسك ودفعت فلوس كويسه وجبتها اسامي كبيره وانت عارف ان هي جايه من مكان كويس زي عدي الدباغ مثلا، قدمت لك الحد الادنى من المردود اللي انت عايزه منه. حتى في الفتره اللي عدي كان بادي يخش مع الفرقه فيها كان وجوده مؤثر وكان بيفرق مع الفرقه. فده يعلمهم ان المهم الكيف مش الكم. الزمالك محتاج 2 او 3 لعيبه او 4 لعيبه بالكتير قوي ويدفع فيهم كويس علشان تبقى الفرقه ده احنا بنتكلم في الستاندنج، احنا ما اتكلمناش في البدلاء. بس هو في النهايه انت المفروض تجيب لعيبه اساسيين، واللعيبه الاساسيين دي تزق الاساسيين اللي عندك بره يبقوا بدلاء، بتجيب اعلى منهم مش العكس. فانت فكره ان انت بتدعم الدكه او بجيب لعيب يغطي الدكه، لا غطي الدكه بالناشئين، سيد اسامه ومحمد ابراهيم وخضري ومحمد السيد. اللعيبه دي كلها محتاجه تبقى موجوده، واللعيبه دي احسن من انت تروح تشتريها. انت لو رحت اشتريت لعيب زي محمد السيد من الدوري المصري هتشتريه ب 100 مليون و150 مليون وحاجات كده. فانت اللي جاي كله المشروع بتاع ده، ونرجع تاني لنقطه مشروع دوري الابطال اللي ممكن يخلق استدامه الماليه للنادي لسنين وسنين. طبعا اهم نقطه حابب اتكلم عليها قبل ما اختم يعني في موضوع الدوري ده، هي ان الامكانيات اللعيبه في مصر كلاعيبه مصريين مفيش فروقات كبيره بره عن اسم او 2 او 3. انت مش طبعا صلاح في كاتيجوري تاني خالص لوحده، بس انت ما فيش عندك اللعيبه اللي هي كانت موجوده في 2005، اللي هي مثلا ان انت مثلا كان في المنصوره مثلا 2000 يعني مثلا جايبين من المنصوره تامر عبد الحميد ووليد صلاح عبد اللطيف، دول لعيبه مثلا ما تعرفش تجيبهم دلوقتي مثلا. فالفرق الدوري كلها كان فيها لعيبه كويسه. يعني كان بيلعب مثلا في الحرس احمد عبد الملك ده لو موجود دلوقتي مثلا هيبقى اهم لعيب في مصر. فما فيش كم المواهب اللي موجود في الدوري المصري اللي الناس متخيلاه ان انت تستثمر في الشراء بالدوري المصري. فالشيء يذكر ان الزمالك محتاج يختار هيجيب مين، هيجيبهم اجانب ولا مصريين. وبمناسبه الاجانب سيف الجزيري لازم يخرج، يعني سيف الجزيري ان شاء الله لازم يخرج. اداره الزمالك تتحمل العبء الاكبر من تجديد عقده، هم السبب، هم اللي لبسونا المصيبه السوداء دي. وسيف الجزيري احد اسباب خسارته الكونفدراليه اللي خسرتنا 3 مليون دولار. سيف الجزيري انتهى، قصته انتهت، لازم يخرج. وانا شايف ان شيكوبانزا لازم يخرج، وانا شايف ان فتوح لازم يخرج. في اسامي في الفرقه ما قدرتش تشيل في الوقت ده، فالاسامي دي مع احترامي اللي قدمه شيكوبانزا انا شايف ان احنا محتاجين وينج بليفل اعلى. بس في النهايه انت لو هتحتفظ بالاجانب اللي عندك، لان انت مضطر تحتفظ بناس منهم، ما يكونش منهم سيف الجزيري يعني بشكل واضح وصريح. يعني اثق ان شاء الله ان جون ادوارد هيتحسن على مستوى اداره الفرقه، لان الشخص بيتعلم من اخطائه. واثق ان شاء الله باذن الله ان الزمالك ان شاء الله هيفك القيد ان شاء الله باذن الله. واثق في شخصيه الزمالك اللي قدرت تطلع كل الناس اللي كانت مستنيه نهايته، يعني مستنيه انه يطلع الرابع الحاجات دي. اثق في شخصيه الزمالك ان اللي دخلت الناس دي جحورها. يعني احنا عاملين كم فيديوهات تاريخي عندنا، يعني احنا عاملين عليهم حفله تاريخيه.
بنكمل فيديوهات اللي تنبؤوا فيها ان الزمالك هينهار والزمالك هيموت، وفي الاخر الزمالك هو اللي دفنهم حرفيا، دفنهم بنجومهم بصفقاتهم بكل شيء. فاثق ان شاء الله في الزمالك، ان شاء الله الزمالك المرعب الرهيب المخيف ان شاء الله باذن الله هيبقى قادر ان هو يرجع افريقيا من بوابته المفضله اللي هو كان حاكمها في القرن العشرين. بس ارجو ان احنا ندرك ان دي لحظه للتاريخ، سواء لاداره الزمالك او لفرقه الزمالك او لنادي الزمالك، بطوله دوري ابطال افريقيا السنه الجايه. بشكركم جدا ونلتقي على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.